كأس إفريقيا لكرة القدم الشاطئية. وصلنا المباراة الترتيبية بين المنتخب المغربي والمنتخب المصري المنهزمين تواليا أمام المنتخب السنغالي والمنتخب الموريتاني في نصف النهائي. إذا موعد المباراة، توقيت المباراة، قنوات الناقلة لها، كل ذلك غادي تعرفوا إن شاء الله في هذا الفيديو هذا. لكن قبل ذلك دعوني أرحب بكم، أنا أخوكم عبد الطيف من قناة ياز نيوز. خوتي اللي باقي ما اشتركش في القناة يشترك، يفعل الجرس باش يبقى يوصلهم جديد دائما بحول الله تعالى. إذا انهزم المنتخب الوطني أمام المنتخب المرابطون المنتخب الموريتاني بحصة ديال 7 ديال الأهداف مقابل 4 في المباراة النصف النهائية اللي جمعتهم يوم الخميس بمدينة الغردقة المصرية. وبالتالي المنتخب الموريتاني تأهل للمباراة النهائية، حيث سيواجه المنتخب السنغالي اللي ضمن كذلك الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز ديالو على صاحب الأرض والجمهور المنتخب المصري. وبالتالي مباراة الترتيب لتحديد المركز الثالث والرابع ستجمع بين كل من المنتخب الوطني المغربي ونظير المنتخب المصري في مباراة ثانية بعد تلك التي جرت بينهما في مرحلة المجموعات وانتهت بفوز المنتخب المصري. صراع جديد بين المنتخبين من أجل حسم ثالث الكأس الإفريقية الحالية ومن سيحتل المركز الرابع. إذا إخواني أخواتي، المباراة ستجرى يوم السبت 26 من أكتوبر 2024 على الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة، الساعة 12 زوالا بتوقيت المغرب بحول الله تعالى. المباراة كما دائما ستكون منقولة على الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم، وكذلك على قناة اون تايم سبور المصرية. فرجة ممتعة للجميع. نتمنى المنتخب الوطني انه يحتل المركز الثالث لينسينا الغصة التي نحس بها بعد الإقصاء من هذا دور نصف النهائي، وبالتالي تبخر حلم التأهل لكأس العالم التي ستقام بالسيشل بحول الله تعالى. إلى ذلكم الحين أضرب لكم موعدا في تعليق مباشر مرة أخرى على مباراة المنتخب المغربي والمصري. إلى اللقاء، دمتم سالمين.